الحلقه اللي فاتت لما عملنا جوله اكل في ارقى مكان في مصر كان الشيخ زايد. كان التحدي 1000 جنيه فطار غدا عشاء وحلو. ال 1000 جنيه فرفرت مننا والحلو ما عرفناش نعمل فيه ايه فما كلناهوش. فالنهارده تحدي اقوى من اللي فات، 100 جنيه في الشيخ زايد فطار غدا عشاء وحلو ونشرب. فيديو النهارده مش تحدي ان انت تعيش في زايد ب 100 جنيه على قد ما هو تحدي في الخير، والله العظيم. يعني انا رحت مثلا السني ده انا اول مره اشوفه، اول مره اعرفه. يمكن ربنا بعتني النهارده، يمكن ده فتحه خير ليه او رزق جاي له او الناس تعرفه اكتر. فانا واضح ان الفتره الجايه انا البحث عن الاماكن البسيطه سواء في اكتوبر او الشيخ زايد. ربنا يرزقهم ويرزقني ويرزقكم. الناس دي ولا تعرف تسويق ولا تعرف يعني ايه بلوجر ولا الجو ده، بس ربنا هو اللي بعتني ليه. وبعتني بقول له هصور، يقول لي صور خد راحتك. انت متخيل في اماكن تانية مناخيرهم في السماء ولا ما تصورش، ممنوع مش ممنوع. ناس بسيطه، ناس جميله، اكل بسيط وجميل. ساندوتش. ايه هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه، هنعمل سلام. الله عليك، الله عليك. 100 100. طلب الفول بكام بقى؟ طلب الفول بكام؟ يعني ده ب 35 بيبقى فول وعيش وسلطه. تسلم ايدك يا عبد حبيبي. اللي خلاني اجي اجرب السني ان انا دخلت على جوجل لقيت الريت بتاعه حلو جدا، واخد 4.1، فالموضوع حلو ولذيذ. انا طلبت طلب فول. قرب كده بينزل لك طبق الفول ده. قرب 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 قرب، ايوه. بينزل لك طبق الفول ده ومعاه طبق السلطه وطبق العيش ده. طب يا عم حسام انت هتفطر كده بس؟ لا، انا جبت قرصين طعميه، ده خارج الحساب، خارج ال 100 جنيه اللي احنا اتفقنا عليها. فطلب الفول ده 35 جنيه. فيلا بينا نجرب ونشوف الدنيا عامله ازاي. تعالى بقى نقرب الفول كده، نقلب قلب قلب. هو حجمه حلو عامه يعني، طبق فول محترم. والدنيا زحمه جدا ما شاء الله يعني. فيلا بينا نجرب ونقول بسم الله ونجرب طلب الفول اول 35 جنيه في ال 100 جنيه بتاعتنا. بسم الله، ودي اجمل لحظه بحبها. حلو قوي. شوفوني بصور بصراحه، نزلوا لي الطبق المحترم ده. قرب كده مصور. تسلم يا حوده، تسلم يا عبدو حبيبي. فناس ذوق، ناس ذوق جدا. اخر حاجه عشان نروح نشرب بقى نحبس. بعد كده هنتغدى. مش عارف هنتغدى فين، يعني انا حاسس ان 100 جنيه مش هتخلينا نتغدى ولا نتعشى زي ما انا كنت فاكر. بس ادينا ماشي. انا احب الطعميه عليها طماطمايه. اعتقد ما نحطش حاجه، ما انا باكلش سلطه بس باكل طماطم عادي. هم نزلوا لي طعميه كيري وطعميه سبايسي. لو انا بصور ده خارج الموضوع يعني، فاحنا هنجربها. فتعالوا نشوف الكيري الاول. سخنه مولعه. انا من عشاق الطعميه. قرب كده مصور. انا من عشاق الطعميه جامد. فتعالى ندوق. عالمي. تعالى بقى نجرب السبايسي. بص كده. جامد بصراحه يعني. ده بره الحساب. احنا قلنا طبق الفول
وسلطه وعيش، ده اللي ب 35. فاحنا كده من 100 جنيه اللي احنا حطيناها 35 جنيه اتشالوا على جنب. فهنشرب حاجه ونروح نتغدى الموضوع. ايه يا مصور؟ نتغدى؟ نتغدى فين؟ هو كده فاضل كام؟ كده فاضل 65 جنيه هنشرب. مش عارف يعني، حاسس الدنيا بتبوظ مننا. يلا يلا هنشوف، يلا بينا. انا خلصت افطار من عند السني، خارج لقيت الراجل الجميل ده واقف بيعمل شويه قهوه. انا شميت بس ريحه القهوه فجيت له. فهو الراجل الجميل ده، فهو هيعمل له واحد قهوه دلوقتي. هو جنب السني في الحي الاول، فهنجرب القهوه هنشوف بس ريحتها بس اللي حلوه ولا الطعم كمان. طعم كمان؟ لا طعم كمان ان شاء يعني الله. نصور ونشوف. نصور يلا ونشوف. بينا. ماشي. احنا الشيخ زايد. احنا في الحي الاول الشيخ زايد ده عشان ما حدش يتوه. بص، هو صب لي دي بصراحه، انا قلت له لا انا عايز تيك اواي، فعمل لي واحده ثانيه تيك اواي. بس عايز اقول لك كميه بن، ايه ده؟ ايه يا طارق ده كله؟ ده كده المعيار المظبوط للقهوه. انا حاطط تقريبا ترقمتين قهوه للكنكه. وحضرتك بتشرب السكر مظبوط. انا حطيت معلقه سكر واحده، لان القهوه المظبوط بتاخد معلقه سكر واحده بس. يا باشا تسلم ايدك. ربنا طب يبارك. احنا كده عملنا واحده تاني بقى، عملنا صح؟ واحده تاني عشان حضرتك طلبت مني عشان تاخد التيك أواي. ماشي حبيبي يا طارق، يلا ورينا يا باشا. العب. ايه الدلع ده؟ ده انا عايز اقول لك بقى ان شاء الله باذن الله انت هتدوق كوبايه قهوه ما شربتهاش في حته برضه. انا واثق يا باشا، كفايه ان هي منك. والله حضرتك نورتنا النهارده. حبيبي ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. ربنا شرف يخليك. بيك. شرف ليا. ايه وبعدين؟ انا بدور على الغدا يا جدعان مش لاقي. اصل انا فطرت ب 35، فهتغدى بكام؟ مش عارفه انت زانق نفسك ليه. هي 100 جنيه. هي 100 جنيه. طب كنت خليها 200 جنيه. سيبيني والنبي عشان على اخر دلوقتي. هي 100 جنيه. شكلك هتشرب ميه. مش عارف اعمل ايه والله. انا مش عارف اعمل ايه. روح قصر الكبابجي. اوه تصدقي؟ نقول له نشم ب 40 جنيه. هشم دخان. لا بجد احنا هنروح فين؟ طب انا ما اعرفش، خلينا ماشيين على طول لما نشوف اخرتها ايه. تعال تعال يبقى هتفسحنا ب 100 جنيه. تعال. احنا نتعشى عشوة خفيفة. هو احنا اتغدينا الاول؟ لا بس هنتعشى عشوة خفيفة. انت شكلك هتتعشى نوم. احنا ممكن نجيب العشاء دلوقتي. هتكمل غداك نوم. اقفل يا عم، اقفل يا عم عشان انا متضايق. بس حتى والله العظيم الترايبود باظ والعده باظت. جبت امير عشان الزق، الدنيا لزقت في بعض. بص ايه. يوم غريب، يوم غريب. اقفل يا مصطفى. حقيقي ايام مش يوم. انا فاضل 65 جنيه من 100 جنيه، فطرنا ب 35 جنيه اهم ال 65 جنيه. فبقول للمصور هاكلك مشويات، هو مش مصدق ان انا بالفلوس دي هاكله مشويات. فتعالوا نشوف هناكل فعلا مشويات ولا لا. كفته مشويه. ها عايز حاجه تاني؟ وهيتبقى فلوس عشان نتعشى. روحني. تعال. انا قلت للمصور هناكل مشويات، ما صدقنيش. ها مصور، مشويات ولا مش مشويات؟ احنا عند انوار الحسين. بس احنا مش هناكل فراخ. انا قلت للمصور هناكل كفته، فهناكل كفته وكل ده بالباقي لسه. فواضح ان الكفته شكلها حلو بيبان. تسلم ايديكوا يا حبيبي. عارف لا ولا ايه؟ لا لا ولا ده في سلطات كمان وايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ده والله دلع. دلع. تسلم ايديك حبيبي. يا جدعان والله دلع. طحينه، مخلل، بتنجان. ده البتنجان بيرقص. دي الكفته اللي كانت بتتشوي من شويه. قرب كده مصور. هو صباع كفته بقى. بص يعني احنا دافعين في دور 55 جنيه والله الدنيا دي. تسلم ايدك. فتعالوا ندوق من غير طحينه كده نخش في غدوه ولا مش غدوه؟ بسم الله. ودي اجمل لحظه بحبها ونخش. اوبا. كفته كتير طحينه قليل. فيديو النهارده مش تحدي ان انت تعيش في زايد ب 100 جنيه على قد ما هو تحدي في الخير والله العظيم. يعني انا رحت مثلا السني ده، انا اول مره اشوفه، اول مره اعرفه. مشهور دايما في اكتوبر والشيخ زايد فول نور. فول نور جنبهم.
يخلوه لايك. عادي. لا انا بقول لك ان فعلا مشهور فول نور، لكن السنه انا لما جربته تحفه، كميه اكل حلوه، الوجبه نفسها او الطلب الفول ب 35 جنيه، طعم الاكل حلو، الدنيا هناك لذيذه زي ما انت شفت. تاني حاجه انوار الحسين، برضه اول مره اعرفه، دايما بعدي من هنا بس عمري ما جربت. يمكن ربنا بعتني النهارده، يمكن ده فتحه خير ليه او رزق جاي له او الناس تعرفه اكتر. واحد مثلا معاه فلوس قليله وعايز ياكل وبيشوف الصواني والحاجات اللي انتوا دايما بتخشوا تقولوا حرام عليكم، وفي ناس مش لاقيه الكلام ده. باشا سندوتش كفته ب 55 جنيه، عنده هنا تمن انا شفته ب 70 جنيه، تمن كفته اكيد بينزل معاه عيش طحينه سلطه. فلا انت معاك قليل هتاكل، معاك كتير هتاكل. فانا واضح ان الفتره الجايه انا البحث عن الاماكن البسيطه سواء في اكتوبر او الشيخ زايد، ربنا يرزقهم ويرزقني ويرزقكم. فاحنا لسه بنكمل الغدا، هنخلص ونروح نتعشى بال10 جنيه. اهم حاجه بقى ده التحدي اللي بيني وبين المصور، هتتعشى ازاي ب 10 جنيه؟ قلت لكم بقى 10 جنيه هنعمل ايه؟ هنجيب فطير. بكام هي؟ ب 10 جنيه. فاحنا ماشيين بالصدفه لقينا فرن اسمه فايف ستار، فجينا يا باشا تعالى نصور، لقيت الفطير اساسا طالع ريحته جامده جدا، عجبني. فاحنا خدنا فطيره سخنه، كايزر شكله حلو، سميت يا الله يرحمها امي كانت بتعشى حاجه اسمها سميت، ادعوا لها بالرحمه والمغفره وهي وكل اموات المسلمين. ف والمصور جاب لي كيس شيبسي ب 10 جنيه، فمعلش كده بقت التحدي بقى 110 مش مهم، بس احنا فطرنا اتغدينا اتعشينا وشربنا قهوه كنا معزومين عليها، فكان القهوه هناك برضو ب 20 جنيه عندي. بص الدنيا لذيذ. تعالى انا مصور تعالى بس نشوف الدنيا هنا. عندهم بسبوسه واضح ان هي شاربه عسل ايه. انا بحب البسبوسه على فكره الطريه اللي مخدومه. قرب بقى كده مصور. تعالى. السلام عليكم. عندهم بقى بص كل حاجه تتخيلها واضح شكلها حلو. فانا قلت لكم ده فيديو في الخير، تحدي الخير. والله انا ما اعرفش المكان ده، انا اول مره اجي لهم اساسا. عندهم بقسماط زي ما انت حابب وعايز. هم كانوا في الحي الثالث المجاوره الثالثه التخصصي، فرن 5 ستار. تعالوا بقى نتعشى عشان نروح ننام خفيف. محدش اتريق، هو تجربه وتحدي كان ب 100 جنيه، فالموضوع محدش اتريق. ده انا حتى بق الميه ما شربتوش. يلا مصطفى. جانزي ممكن يستغربوا اللي انا هعمله دلوقتي ده، بس عايز اقول لك ان الاكله دي كانت اكله رسميه لجيل الثمانينات والتسعينات. يعني كان فطار حلو، يعني فطار رسمي. تحط الفطيره كده. لا تعالى تصور ده غدا، ده كان فطار وغدا وعشاء. تفتح كيس شيبسي بس لازم يكون جبنه متبله، وتحط حط. كان زمان بقى الفطيره بنص جنيه، كيس الشيبسي بنص جنيه. اللي حضر الكلام ده يقول ما تنساش تعمل سبسكرايب، كومنت، لايك، اي حاجه، وقول لي رايك ايه في دعم المطاعم اللي مش معروفه، ان احنا ندعمهم بطريقه، يعني طريقه مش مباشره. ونقفل. بص كان بتلف بقى دي كده مصور، كده 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 كده، وتقفل قوي قوي عشان الشيبس ما يقعش، وتروح حاططها في الكيس. والله كانت اجمل فطار في الفسحه. كان عندنا زمان اسمها فسحه، ما اعرفش ده اسمه ايه. ونخش ونقول بسم الله، ده العشاء بتاعنا في عز الظهر. حلو جدا والله. بصوا جانزي يا ريت تجربوا الاختراع ده، فطيره من اي فرن، كيس شيبسي جبنه متبله اهم حاجه، واضرب. فبس احنا كده خلصنا جولتنا ب 100 جنيه، ال 100 جنيه فرفرت وزودنا عليه 10 جنيه، كان غصب عننا. اشوفكم فيديو جديد. كان معاكم حسام حسن اللي بيجرب الاماكن كعميل مش كفود بلوجر، ولو عندك اي تحدي انا قده. سلام.